ايوه، يعني برضه عايز اعرف ربنا يساوي بيني وبين اللي بدأ من الاول. السؤال ده اكتر سؤال بيقعد الشيطان يلعب علينا بيه في كل السنة، وبالذات بقى في الوقت ده. هل انا بدأت من الاول اصلا كده صح ولا لا؟ لو انا كنت بدأت، ولا انا ما استحقش وما استاهلش، ولا ايه يعني؟ فانا جاي بس اجاوب على السؤال ده بمثال صغير قوي. يعني احنا كده عارفين يعتبر الثانوية بالذات يعني، والسنين الدراسة كلها كأنه سباق ماراثون 100 متر. فانا عايز اقول لك مثال بسيط. في واحد بدأ بدري شوية بس بيتمشى، هو عمال يتمشى يتمشى يتمشى، في الاخر هيوصل. في واحد تاني بدأ بعده متأخر شوية بس راح وهو بيمد، يعني كان بيمد شوية، وفي الاخر هيوصل. الاخير حصل له مشكلة غصب عنه، او ما كانش قادر يبدأ بدري، بس لما بدأ طلع يجري بأقصى سرعة. تقدر تقول لي مين هيوصل الأول؟ التلاتة هيوصلوا، التلاتة ان شاء الله هيوصلوا، وربنا هيكرمهم وهيفتح عليهم. ولكن الفكرة ان التلاتة اتحركوا، التلاتة ما بدأوش في نفس الوقت، وكل واحد بدأ في وقت مختلف، ولكن التلاتة بدأوا. اللي مشي راح مرتاح ويمكن يروح بدري شوية، بس ده ما يمنعش ان اللي جري برضو يلحق، وربنا في الاخر بيكرم الكل. فحتة هلحق مش هلحق هكذا تفكيرك فيها والله هو اكتر حاجة. يعني بيقول لك البروسيس ممكن تاخد منك 100%، 90% منهم هيبقى تفكير، 10% منهم المجهود نفسه. فانت لو كنسلت اصلا 90% تفكير دي واتحركت من الاول، هيبقى البروسيس كلها حركة بس، فهتنتج اسرع يعني بشكل سلس اكتر بكتير عن كده، صدقني. تاني حاجة، نتكلم بقى في تاني حاجة. ايه افضل حاجة تعملها الفترة دي، سواء برضو انت في ثانوية او في كلية لسه مكملة، بالذات الكليات الطبية، لان اي حد في مصر غير كده او في الوطن العربي خلص يعني. ايه احسن حاجة نعملها الفترة دي؟ مفيش حاجة احسن الفترة دي من بين انك تجمع المنهج سريعا مع حل، بالذات سنين سابقة او سنوات سابقة او امتحانات وزارية زي ما انت يعني، ايا كانت المرحلة اللي انت فيها يعني. فحتة انك تقعد تجيب بقى منهج من الصفر وتقعد تحفر فيه وتموت نفسك فيه، مش اصح حاجة دلوقتي. الصح انك تنجز نفسك بالحل، تشوف الجزء ده من المنهج اتسأل عليه ازاي في السنين اللي فاتت، طب السنين الجاية ممكن يبقى متوقع يسأل فيهم ازاي. النظام ما اتغيرش بقاله شوية، فخلاص انت معاك دلوقتي كويتشن بانك او حصيلة بنكية للأسئلة تخليك تجيب منها على طول وتفكر وتشوف النظام بتاع السؤال بيجي ازاي، فتذاكر بفكرة أسئلة على طول علشان تنجز في الطريق. اما تالت حاجة انا عايز اتكلم فيها، هي انك اتعلم تستخدم التوتر في صفك، وتخلي توترك هو اكبر واول دافع ليك. طبيعي كلنا بنيجي في الفترة دي نحس ان خلاص انا توترت جامد، يا ريتني ما كنت عملت كذا، يا ريتني عملت كذا. كل ده تكنسله وتخلي توترك ده، او الادرينالين يعني بالنسبة لنا الاسترس هرمون، الهرمونات اللي بتخليك متوتر ومشدود دي، والله بتضاعف انتاجك تقريبا 10 اضعاف. يعني انت ممكن تنجز مثلا مجهود 10 ايام في يوم من التوتر اللي انت فيه واللي انت عايز تلحق وتوصل وهكذا. فاستخدم التوتر في صفك، وما تخليهوش التوتر اللي يعجزك، خليه من فضلك التوتر اللي يدفعك، اللي يزقك، اللي يخليك تقول خلاص مفيش وقت يضيع عن كده. حرفيا هتخش بقى الجامعة بعد شوية اصلا هتعرف ان هما كوباية الشاي والساعتين بتوع ليلة الامتحان، وهتمسك الملزمة تفرتكها يعني. فبالله عليك ما تخليش التوتر يقفشك ويخليك تقول خلاص هي راحت مني، هي ضاعت مني، مش هلحق. قد ما هو يبقى اكبر دافع ان انت مفيش نوم بقى، انا لو مش هنام يومين ثلاثة يعني. اسأل ناس كتير، اسأل ناس كتير بجد بجد، جات الليالي دي خلاص هو ضغط نفسه واستحمل وكمل، وفي الاخر والله وصل. عايز اقول لك بقى حاجة مهمة قوي، انك لازم تفرق ما بين حاجتين، ما بين سعي ونتيجة. وايه المطلوب منك فيهم؟ السعي هو بس المطلوب منك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يبقى السعي ده بتاع الإنسان. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مين بقى اللي هيجزيه؟ ربنا. فالسعي بتاعك النتيجة بتاعتك لا لا لا، والله والله النتيجة مش بتاعتك. فانت لازم تبقى فاهم ان انت سعيت وقدمت، ولكن هيفضل جواك سؤال، هل السعي ده كافي ولا لا؟ كافي لو كان ده اخرك، كافي لو انت ما كنتش قادر تمد
ألم أكتر من كده، تحط خطوة أكتر من كده. أنا فعلا اديت 100% كفاءة في الوقت ده، اديت 100% كفاءة. خلاص النتيجة بتاعت ربنا، والنتيجة دايما بالكرم وبالإحسان وبالجود. ظن في الله الظن ده، فأن جزاء ما ظننت أن تنال كرم ربنا، وأن تنال يعني ما ظننت. آخر حاجة، تعالى ننوي نية سوا، عشان برضو خلاص احنا داخلين على فترة امتحانات شديدة وأطفال ونساء وعندي حاجات كتير. إن احنا ننوي إن احنا ندي 100% مجهود على الأقل لمدة شهر. تعالى نجرب نلتزم 100%، اللي هي الالتزام بقى بتاع 5 AM كلاب، وهركز وهجيب اخري ومش هنام لو الموضوع تطلب، وهركز وهاكل بقى الاكل الصحي بتاعي عشان اركز فيه، وهكذا على الاقل شهر. ونشوف نفسنا بعد شهر هنبقى فين، هنبقى وصلنا ولا ربنا اختار لنا حاجة احسن من اللي احنا كنا مختارينها لنفسنا. صدقني كرم ربنا دايما اوسع بكتير. في الاخر مش عايز اقول حاجة غير ان هدعي لك دعوة حلوة. يا رب يا عزيزي، يا رب تنال ما ظننت، وتنال احسن كمان ما ظننت. بس ما تفكرش في حاجة غير ان انت هتوصل، وما تقعدش تفكر وتقول يا ترى اللي بدأ من الاول ربنا يساوي بينه وما بين اللي ما بدأش ولا لا. السلام عليكم.